مدياني شويه على شكل شخصيه كرتونيه باندا كان اسمها كونغ فو باندا. كونغ فو باندا بو، صح؟ بو بتاع كونغ فو باندا بالظبط كده. اصحي يا بو. في 2022 مع بدايه الموجه الجديده من العربيات الصينيه في مصر، كان في عربيه واحده جايه بباكج مختلفه، 5 نجوم امان في اختبارات النيوزيلنديه والاستراليه اللي هي نفس الاختبارات الاوروبيه. سعر ساعتها كان غريب جدا للناس، لكن كل اللي جربها ايامها قال ان هي فعلا عربيه مختلفه. احنا دلوقتي ب 2026، المنافسه اختلفت خالص في العربيات الصينيه، ورينج الاسعار كمان بقى اوسع، عشان كده كان لازم العربيه تيجي بباكج مختلفه وشكل جديد، وده فعلا اللي حصل، وجات كمان بسعر منافس اكتر، ب1,399,000 للفئه الاولى و1,555,000 للفئه اللي معانا النهارده الفئه الثانيه. انا صابر، ودي هافال H6 الشكل الجديد، واحنا بتوع عربيات. الحين الواحد متعود من الصينيين لما بيقولوا فيس ليفت بيشقلبوا العربيه وبيجيبوا شكل تاني مختلف تماما، لكن هنا ده ما حصلش. هنلاقي ان العربيه من قدام حافظوا على نفس الفوانيس بتاعه العربيه القديمه بنفس الشكل بالظبط. التغيير ان بدل الفتحتين اللي كانوا موجودين هنا وفيهم الفوج لايت، بقى عندنا النابين دول اللي بيربطوها اكتر مع الدي ان ايه بتاع GWM الجديد اللي بنشوفه في عربيه زي ايه، زي الجوليان الفيس ليفت الجديده. الشبكه لسه كبيره جدا وهجوميه جدا زي الجيل اللي فات، ولكن في تغيير كبير حصل فيها، وهي ان ما عادتش باللون الكروم، بقت باللون النحاسي المطفي ده، واللي شكله احلى بكتير جدا من اللون بتاع الكروم. علامه هافال لسه في النص زي ما هي كبيره. من تحت الديفيوزر الامامي ده اتغير بالكامل، وهنا كان فيه زي شفرتين كده اتشالوا، بقت خطوط انسيابيه وناعمه. وعامه بشكل عام مقدمه العربيه رغم ان التغييرات فيها قليله، لكن شكلها احلى بكتير، وفعلا ابجريد وفيس ليفت. من الجنب احنا نفس تقريبا العربيه هي ما اتغيرش فيها غير حاجات بسيطه جدا. اتشال كل الكرومات اللي كانت موجوده على العربيه، وتاني ده احسن لان الكرومات تقريبا بقت موضه خلاص قديمه حاليا في 2026. اللون بتاع المرايه بيبقى ابيض نفس لون البدن، العربيه دي متغير فيها لون المرايه متسود وشكله حلو جدا مع الجنوط السوداء اللي بتنزل ستاندرد على كل العربيات في الفئتين. الجنوط السوداء دي شكلها رائع جدا. من الظهر حقيقي ده اكتر زاويه هتحس فيها ان انت قدام الشكل الجديد ده، مش عشان اختلافات كبيره في الساق، لكن عشان هم شالوا اللايت بار الكبير اللي كان موجود هنا واستبدلوه بالفانوسين المنفصلين دول. الليد شكله احلى بكتير. فانوسين عامه مدين على لكسس ومكملين في جنب العربيه، بس ده عاكس ما بينورش. وعامه لما تبص على العربيه كده من ورا GWM في النص، والفانوسين دول مع المرايات المتسوده مدياني شويه على شكل شخصيه كرتونيه باندا كان اسمها كونغ فو باندا. كونغ فو باندا بو، صح؟ بو بتاع كونغ فو باندا بالظبط كده. الساق كله هو ما اتغيرش، مفيش حاجه اتغيرت. GWM بس زي ما قلنا طلعت لفوق، كانت موجوده تحت شويه. الديفيوزر ده بقى ابسط زي الديفيوزر الامامي، خطوطه بقى ابسط. عامه زي ما انتم شايفين الديزاين كله بقى ابسط في العربيه، وبقى شكله احلى واشيك بكتير، وده من بره، ولسه هنشوفها كمان من جوه بقت عامله ايه. من الداخل حقيقة عجبني جدا ان هم حافظوا على نفس الدي ان ايه ونفس الروح بتاع الجيل اللي فات. يا جماعه انا عارف ان انا بكرر الموضوع ده، بس دي علامه نضوج كبيره جدا، وحقيقي مش موجوده عند كتير من المصنعين الصينيين. اول ما تبص على العربيه للوهله الاولى من جوه هتحس ان هي اختلفت اختلاف جذري، بس ده لان الشاشه كبرت جدا وبقت 15 انش بدل الشاشه ال 12 انش، وحقيقي هي بدلت روح العربيه تماما. لكن شيل الشاشه وبص على باقي هتلاقي هو بالظبط نفس الكراسي، نفس التابلو والخط اللي موجود هنا، المعدن ده اللي جايب يعني مش لون كروم، شويه لون ميتال، جاي مغطي فتحات التكييفات، نفس الشفرات بتاع التكييف المكمله، نفس الدريكسيون، نفس شاشه العدادات، نفس كل حاجه. ولكن اللي اختلف بس الشاشه. في حاجه كمان اختلفت وده اختلاف كبير، ايه هي؟ مكان الفتيس شيفت باي واير 7 سرعات. اخيرا انتقلنا من البكره اللي هي كانت افتكاسه حقيقي سيئه جدا، وشاكر جدا لGWM ان هم نقلوها، ورحنا من الفتيس لمكان تقليدي. رحنا بيه فين؟ ورا الدريكسيون. زي ما من اول لما العربيات بدات الفتيس لا اما عصايه وسطيه لا اما عصايه ورا الدريكسيون. وصدقني حتى لو انت مش متعود على المكان ده فده اسهل في التعود بكتير من البكره اللي كانت موجوده هنا. لسه زي ما احنا عندنا الكونسول الوسطي طاير، طبعا بيلد كواليتي يعني ما ينفعش نتكلم.
ده عندك من تحت مكان تخزين، مساحه تخزين كبيره، فتحات بتاعه مخارج اليو اس بي، والمناسبه في واحد منها تايب سي. عندك المسند الوسطي بيتفتح وفي مساحه تخزين كويسه بس ما فيهوش تبريد. الانوار لان طبعا اتنقلت المساحات جت هي على الشمال لان الفتيس بقى هنا، والانوار بقى الزرار بتاع اوتو موجود على الشمال هنا. وبس كده، دي العربيه من جوه. بما اننا اتكلمنا على الفتيس ومكانه، خلينا كمان نتكلم عن الموتور. لسه زي ما هو 1500 تربو على فتيس 7 سرعات دول كلاتش ويت، ولكن اتعمل له تيون واتغيرت ارقامه تماما. بقى 181 حصان بدل من 148 و275 نيوتن بدل من 230، ودي نقله كبيره جدا في الارقام بتاعه العربيه. كبوت تقيل بالمناسبه. دلوقتي الانوار كلها منوره. كان نفسي جدا اللايت بار ده يبقى هو الاشاره مكانه، بس يا جماعه حبوا يوفروا، سابوا الاشاره بتاعه الفانوس قديم زي ما هو. حتى اللايت بار الناب ده بيطفي لما الاشاره دي تشتغل، يعني ده توفير. رجع دلوقتي اشتغل تاني لما الاشاره ان هي وقفت. وده ياخدنا لاكتر 6 حاجات هتضايقك في العربيه دي، حاجات كتيره منهم متعلقه بالتوفير. العربيه كرسيين الاماميين كهرباء، والاتنين فيهم تبريد وتسخين، لكن لسبب ما انا بحقيقي مش فاهمه، التبريد بس في المقعده بتاعت الكرسي مش موجود في الظهر. ولسبب ما انا مش فاهمه برضو، الامبيانت لايت هنا موجود بس في الابواب الاماميه، وموجود بس لون احمر. اكتر حاجه هتستغربها لما تشتري العربيه دي هي صوت الزماره. المشكله مش منها بس من التسعينات، المشكله ان محدش هياخدك بجديه. بتيجي تزمر لحد وانت في موقف مزنوق فيه هيفتكرك سكوتر او موتوسيكل معدي. ليه يا جماعه ما تحط زماره عاديه؟ رغم ان العربيه هنا فيها تحذيرات وتنبيهات من كل حاجه تقريبا. ما تنساش موبايلك، ما تنساش تقفل العربيه، ما تنساش تاخد مفتاحك، الا ان ما فيهاش تنبيه من حاجه غريبه جدا. انا دلوقتي بحاول اقفل العربيه مش عايزه تقفل. وليه؟ لان الباب الخلفي مش مقفول كويس، ودي حاجه بالمناسبه بتحصل كتير خصوصا لو معاك اطفال. لكن العربيه لا بتزمر ولا بتطلع على الشاشه ان الباب مش مقفول كويس. ترجع تقفل الباب، تقفل العربيه، هتقفل معاك. فلو جيت تقفل العربيه وعربيه ما قفلتش معاك، العربيه مش بايظه، الباب اللي ورا مش مقفول كويس. الكاميرات هنا ذكيه جدا وبتفتح مع مجرد لف الطاره، مش بس حتى الاشارات. لكن المشكله ان انت بتبقى اندرويد اوتو ما بتفتحش في الشاشه السبليت، حتى لو انت مختار انها تفتح الشاشه السبليت تفتح في الشاشه كامله، وده بيتوهك جدا لو انت على الخرائط، وبتضطر كل مره ترجع تقفلها عشان تشوف رايح يمين ولا رايح شمال. الزراير بتاعت التكييف هنا فيها بس فتح وقفل المروحه، وفتح وقفل بس كومبريسور، مفيش زرار تحكم في سرعه المروحه. وده هيخليك لو فاتح اندرويد اوتو وعايز تغير سرعه المروحه هتضطر ان انت تقعد تدوس كده وبعدين ترجع على جي دبليو ام، وبعدين تيجي هنا وتروح على التكييف عشان تعدل المروحه. صعبه جدا يا جماعه، لكن في طريقه تانية اسهل بكتير ممكن تعدل بيها سرعه المروحه. وده ياخدنا لاصيع 6 حاجات هيعجبوك في العربيه دي. الاوامر الصوتيه هنا بتعمل حاجات كتيره جدا، وكمان فيها لغه عربيه. اصحي يا ابو. Please decrease fan speed. Okay, I've decreased fan speed by 1 in the front row. ولان هافال عارفه اصعب الحاجات اللي بتواجهك عزيزتي في الشارع المصري، فهي بتوفر لك حلول تكنولوجيه تسهل لك كل الصعوبات دي. لانها بتدور على الباركنج لوحدها، Please release the brake. تركن لوحدها. Intelligent parking. Pay attention to surrounding and brake if necessary. يا عيني تظبط نفسها في السنتر بين الخطين بالظبط. Parking complete. بتطلع من الباركنج لوحدها. Please release the brake. Intelligent parking. Pay attention to surrounding and brake if necessary. لا وطلع احترافيه عشان لو انت عايزه تشربي حاجه، تعدلي الميك اب بتاعك. Parking complete. دن طلعتك. ولو انت في شارع ضيق وحد رخم قدامك ومصمم ان انت اللي ترجعي، بتاع السهوله العربيه Please shift into reverse gear.
تقدر Please keep ترجعك pressing Please release brake. 50 متر Please pay كاملين attention to the surroundings بنفس and السرعة release brake at any time. ونفس الاتجاه اللي انت كنت ماشي عليه بالظبط، مع طبعا ان هي بتاخد بالها من كل حاجه بتحصل حواليها، اشخاص، عربيات. عايزك تتخيل كم الحاجات اللي ممكن تتعمل باوبشن زي ده. ممكن يطلعك من باركنج كامل، ممكن يطلعك من حاره ضيقه، دخلت في حاره ضيقه والحاره مقفوله وعايز ترجع تاني. خد بالكم هي بتفادي كل العربيات اللي بتمشي ورايا. في عربيه راكنه اهي هتيجي هتفاديها، بتفادي العربيه اللي موجوده ورايا، وعامله مشغله الهازارد عشان برضو تبقى الناس اللي حواليك منتبهه. 3 About to اتنين. arrive at destination. 1. Arrived at destination. ولك عزيزي الرجل المسافر مع اسرتك، هافال بتقدم لك Intelligent cruise activated. Intelligent Cruise Control. بيقدر ان هو يظبط سرعته على سرعه اللي قدامه زي ما انت شايف كده، يسنتر نفسه في الحاره، يحود مع الطريق، يهدي في الملفات لوحده، وكمان يقرا سرعه الطريق ويثبت سرعه عليها عشان ما تتخلفش. ولو انت لانك بطلت تعمل حاجه، نمت وما عدتش مركز، العربيه هتنبهك ان انت ترجع تمسك الطاره تاني. بليز هولد. وباينه كمان على الهيد اب ديسبلاي. وبما اننا اتكلمنا عن الاسره والسفر، ما اعتقدش انك هتلاقي عربيه بالمساحات دي ليك ولاسرتك كلها، سواء في الكراسي الاماميه او الكنبه الخلفيه ولا الشنطه الخلفيه اللي مساحتها اكتر من 600 لتر. ولو شايل حاجات تقيله وعايز تفتح الشنطه، فركلتين من رجلك الشنطه هتفتح معاك. حط الحاجه وركله واحده الشنطه هتقفل لوحدها. السنسور هنا شغال كويس جدا. طبعا لان العربيه 5 نجوم على المعايير النيوزيلنديه والاستراليه اللي هي تقريبا نفس المعايير الاوروبيه، فده يخلي كل انظمه الامان اللي ممكن تتخيلها موجوده في العربيه دي. تحذير من التصادم الامامي، تحذير من التصادم الخلفي، فرامل طوارئ اماميه، فرامل طوارئ كمان خلفيه، وانت راجع بظهرك، بتقرا علامات الشارع وبتعرف سرعه الطريق. فيها بلايند سبوت، لو عدينا دلوقتي العربيه مثلا النقل اهو قاريها وجينا هنا بصينا على الناحيه دي، هتلاقي البلايند سبوت منور. تجربه القياده، الحقيقه اول ما تركب العربيه دي اول احساس هيجيلك ان الفايبس بتاعتها مختلفه جدا عن فايبس العربيات الصيني المعتاده. محدش يفهمني ان دي حاجه سيئه يعني، ولكن اي عربيات عامه بيبقى ليها فايبس. يعني انت لو راكب حاجه اوروبي، خصوصا الالماني ليه فايبس، الفرنساوي ليه فايبس تاني من الكراسي وكده، الياباني ليه فايبس في الحاجات الماتيريالز اللي تحسها شويه ريد كده واعتماديه عشان تعيش معاك 100 سنه تورثها لاولادك. العربيات الصيني برضو ليها فايبس. العربيه دي مختلفه خالص. انا بالنسبه لي الفايبس بتاعتها قريبه جدا للعربيات الكوري. يعني لو انت حد جاي من توسان او سبورتاج، فاكد لك ان العربيه دي هتبسطك جدا وهتبقى خيار رائع ليك. بالنسبه للعزل، فعزل الصوت الخارجي احسن من الجيل اللي فات، انا حاسس بتحسن ملحوظ عنه. عزل الموتور مش احسن حاجه، كنت حاسس ان المفروض يبقى احسن من كده شويه بتسمع صوت الموتور، خصوصا ان الفتيس ده متكود الصراحه بطريقه عبقريه جدا وبيعمل داون شيفتس ولا كانك في عربيه رياضيه، يعني مش لايق خالص على حجم العربيه. وتحس ان هي فعلا عربيه كانت محتاجه بادل شيفترز. بالمناسبه كانوا موجودين في الجيل اللي فات، معرفش ليه شالوهم من الجيل ده، بس هي كانت محتاجاهم. بس هنا مش عشان تعمل داون شيفت زي اغلب عربيات، عشان كنت تعمل اب شيفت، لان العربيه وخصوصا على مثبت السرعه الذكي جدا هنا بتعمل داون شيفتس عنيفه جدا، ممكن تنزل معاك نقلتين عشان تقدر ان هي ترجع تجيب السرعه بتاعتها تاني. فكنت محتاج بادل شيفترز اعلي بيه نقله ولا حاجه عشان الموتور ما يبقاش صوته عالي والعربيه شاده يعني. العفشه، نظام التعليق هنا طبعا الامامي ماكفيرسون والخلفي منفصل مالتي لينك. نظام يعني معلهوش كلمه تقريبا، وده حقيقي من الجيل اللي فات. عربيه عائليه جدا، نظام التعليق بتاعها رائع جدا، مريح جدا، محدش ورا هيتضايق مع المساحات الرهيبه اللي موجوده ورا. انا قدام قاعد مرتاح جدا، بتتعامل مع النار والمطبات حلو. الكاوتش رغم ان هو 19 لكن عشان البروفايل بتاعه مش رياضي مش اجريسيف قوي، فبتعرف تتعامل جدا مع النقر والمطبات اللي في الشارع، ما بترزعش.
بتحس طبعا شويه بالحاجات اللي موجوده في الارض عشان في الاخر هو 19 يعني، بس مش بالطريقه اللي تضايقك خالص يعني. يعني في 19 هتضايقك وهتوجعك اكتر من كده بكتير، لكن هي موجهه عامه للعائليه جدا. على الطرق السريعه والسرعات يعني جربت العربيه لحد تقريبا 180. العربيه ثابته جدا جدا، تحس ان انت المفروض تخاف منها عشان الارتفاع ده في الملفات او في المناوره. العكس خالص، معرفش حقيقي هم عاملين ايه في نظام التعليق، لكن المناوره بالعربيه سهله جدا وحقيقي مش متناسبه مع حجمها يعني. الاستهلاك يعني لو فتحته قدامي دلوقتي طبعا لسه نفس العيب اللي موجود من اللي هي نفس الطاره من الجيل اللي فات، انك عشان تقلب هنا لازم ترجع تغير بين الشاشتين بالزرار ده. غبيه قوي الحته دي، اتمنى يغيروها في الاجيال الجايه. المهم الاستهلاك مثلا دلوقتي اللي موجود، طبعا احنا كنا راكنين مشغلين تكييف كتير فالاستهلاك بقى عالي جدا، مش هنحكم طبعا عليه دلوقتي. بس اللي انا شفته عن طريق الفتره اللي انا او خلال الفتره اللي انا جربتها يعني فيها العربيه، على الطرق السريعه العربيه هتعمل معاك متوسط 8 تقريبا. في الزحمه بقى هي زي ما قلت لك العربيه دي مش بتحب الزحمه خالص، فالاستهلاك بيتدهور شويتين 3 الصراحه في الزحمه. يعني هتلاقي عامله معاك 10 ونص، ممكن توصل ل 11 لو انت بقى في زحمه دائري وواقفه جامده، ممكن توصل معاك ل 11 مثلا او حاجه. نشوف الحته المكسره دي بسموث جدا، ناعمه جدا، حتى لو انت في يعني الحاجات اللي ورا يا جماعه في الشنطه بتقع عادي، محدش هيتوتر، مفيش حاجه، عربيه ما بتتكسرش. ايه الحكم النهائي في هافال H6 2026 الشكل الجديد؟ تبعد عنها، تفكر فيها، تحطها كخيار، ولا تروح مباشره وتشتريها؟ ومنظومات امان شغاله بكفاءه عاليه جدا مش موجوده في عربيات ب3 اضعاف ثمنها، بكماليات واوبشنز حقيقي ما كنتش تحلم بيها ولا عايزها في عربيه. لو انت عايز عربيه عائليه مش فارق معاك ان هي تبقى 7 راكب، يبقى لازم تروح مباشره وتشتريها. وما اعتقدش ان في حاجات كتير تعرف تنافس العربيه دي، خصوصا في الفئه السعريه اللي بقت موجوده فيها حاليا. ده كان ريفيو النهارده، ان شاء الله يكون عجبكم. مستني كومنتاتكم هقراها كلها، لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم في الريفيو الجاي. سلام.